هذا الشفار مطلوب البحث عليه بمدينة تمارا. تلاحظوا ان هذا الشفار بزي رسمي ويبدو عليه انه انسان اللي متعقل، ولكن كان تينسق هو والزميل ديالو من اجل السرقه. دخلوا للمحل، استغلوا الثقه اللي كاينه في المحل، تيقوموا بعمليه الهندسه من اجل السرقه. لاحظوا معنا الان انهم تيستغلوا تواجد السيده مفردها الان. ها هما رجعوا من جديد بعد ما تاكدوا من الوضعيه الخارجيه، وتيبغيو يبينوا انهم تيقلبوا على الصرف من اجل شراء بعض المقتنيات البسيطه، ومتقاسمين الادوار. واحد تيهندس من اجل السرقه من الداخل، والاخر تيهندس الوضع الخارجي باش ما يكونش عندهم مشكل اثناء السرقه. الوجوه ديالهم واضحه، معروفين، والمطلوب القبض عليهم وفضحهم. ها هما دابا الان تيتاكدوا في الفوق واش ما كاين حتى شي حاجه. ها هما طلبوا قنينات ديال الماء، تيتاكدوا من الوضع من جديد، ولكن تيبان انه ها هو الان قام عمليه السرقه ديال النشل بالبزطام اللي فيه مجموعه من النقود. والوقت اللي تفاجئوا بزائر اخر دخل، تيديروا وكانهم تيعرفوا، تيسلموا عليه وكانهم تيعرفوا الى غير ذلك. اذا الاخوات والاخوان بالمغرب انتبهوا، نحن امام لصين محترفين، المطلوب القاء القبض عليهما فورا. وبارطاجيو هذا الفيديو، لان هاد جوج اللصوص معروفين ماشي فقط غير بمدينه تمارا بحي الوفاق، ولكن يقدروا هاد العمليات ديالهم غادي تصيب واحد المجموعه من المناطق في المغرب. انتبهوا لهم وبارطاجيو يا مواطنات ويا مواطنين.